الجيش الملكي والترشح لدور المجموعات في كأس رابطة الأبطال الإفريقية رغم غياب ثنائي بارز أنيس بوجلبان وعصام المرداسي. المقابلة تنطلق بسرعة من الجانب المغربي، وأحمد الجواشي يرجع كرة صعيبة مصدرها يوسف القديوي. محاولة ثانية بالراس من جواد ودوش ومتابعة من الجواشي. الدقيقة 18 كان فيها قرار الحكم الكونغولي روني دانييل جدا قاسي في العملية هذه. يستشير مساعده الثاني اللي يعتبر موقعه بعيد لرؤية هل هناك تمويه أم أن المشرقي يستحق إنذار ثاني. النتيجة كانت ورقة حمراء دون رفع الإنذار الثاني ونقص عددي في صفوف النادي الصفاقسي طيلة 72 دقيقة كاملة. نقص عددي ساهم في حضور الاندفاع البدني بكيفية كبيرة. نقص عددي زاد أيضا ممثل تونس إصرار على تجاوز المنافس والهفوات التحكيمية، بما أنه في العملية هذه لمسة يد داخل منطقة العمليات يتغافل عليها الحكم. هجومات النادي الصفاقسي تتعدد بقيادة عبد الكريم النفط ومحاولة أمير الحاج مسعود لقوية في دين الحارس طارق الجرمودي. الجيش الملكي أصبح مجبر على اللعب على عكس الهجومات وخلق أبرز فرصة في ال 45 دقيقة الأولى، وكان قريب من افتتاح النتيجة بوسط إبراهيم البحري لولا العارض. في الشوط الثاني يواصل النادي الصفاقسي الضغط. الدقيقة الخامسة أعادت للأذهان ما فعله زملاء العابدي ضد موتيما بنبي في الدور السابع، وكينجز إكبوتور على إثر هجوم سريع بقيادة عبد الكريم النفطي وتوزيعه يتمكن بارتماء رأسية من توقيع هدف يساوي ورقة الترشح. هدف ساهم في نرفزة الفرنسي أنري اسطنبولي اللي لعب كل أوراقه، والنادي الصفاقسي يستغل اضطراب منافسه ليفتك منطقة وسط الميدان. الوقت يمر والفريق المغربي يلعب الكل للكل بحثا عن التعادل. كرة من مصطفى العلاوي تتعدى محاذية المرمى الجواشي، باهتة من دفاع النادي الصفاقسي كادت تكلفوا التعادل لولا فتح الغربي. اضطراب في مناسبة ثانية ودفاع النادي الصفاقسي يمر بفترة حرجة. أحمد الجواشي بصعوبة يحول كرة قوية من عادل لطفي للركنية ليعود فتح الغربي وينقذ مرماه من هدف التعادل ويساهم في ترشح فريقه لدور المجموعات، في مقابلة أكد من خلالها النادي الصفاقسي من جديد قوة شخصيته خارج ميدانه وعزمه على لعب